في ليلة من الليالي العاصفة وقفت أمام النافذة وفجأة رأيت ورقة بيضاء تتعثر بين الرياح، ورقة لم يخطو عليها قلم من قبل. أردت أن أكتب فيها شيئا ما. ذهبت لأحضر قلمي لأسرد قصتي، فلما بدأت بكتابة الحرف الأول من قصتي جف الحبر. نعم، جف الحبر، وأكملت رسالتي بدموعي، وفجأة جفت دموعي فطارت تلك الورقة، حملتها الرياح، تبللت بالأمطار فاختلطت بالطين. ذهبت إلى مكاني لأكمل رسالتي في أحلامي، وفجأة رأيت أمي أهدت نظارة فابتسمت. لم أكمل ابتسامتي إلا وأن تحولت تلك الورقة إلى ورقة سوداء، لا الحبر ولا الدموع يستطيعون الكتابة عليها، لأن